يوم جديد، يوم جديد، هو فرصة لكي نعيد حساباتنا، لنستقيم ونصحح الخطأ القديم، بالتفاؤل والأمل وبالعزيمة في العمل، بالعطاء وبالرضا نرتقي إلى القمم. برنامج يوم جديد هو برنامج ثقافي قيمي تطويري يقدم للجمهور بشكل تحفيزي وتفاعلي، يدعو إلى الإيجابية، ينمي في الفرد والمجتمع التفاؤل والتفكير الإيجابي، وبث ثقافة العطاء والمبادرة والتعامل الحضاري مع الآخر، تدعيم لغة الحوار. البرنامج يقدم في قالب قصصي واقعي إيجابي وبلغة مبسطة، مع البعد عن التعقيد والتنظير، ومع تنوع في الطرح والاستشهاد. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم يوم جديد. في قولة جميلة لأهل الحكماء، ونحن تعودنا في الآونة الأخيرة أن نذكر بعض الأقوال الجميلة والوصايا والحكم والمواعظ، ونعلق عليها بطريقة يعني تنسجم مع واقعنا ومع أيضا هدف برنامجنا اللي هو كيف نجعل من يومنا أفضل وإنتاجيته تكون عالية. فتقول أو يقول أحد الحكماء أن القلوب أوعية الأسرار. القلوب أوعية، وعاء يحتوي أو يضم أسرارنا. القلوب أوعية الأسرار، والشفاه أقفالها، والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل منكم مفاتيح سره. القلوب أو العقول، لكن القلوب فيها أسرارنا اللي إحنا مواقف مرنا فيها، أشياء خاصة فينا، أمورنا المادية، أمورنا العائلية، واهتماماتنا، طموحنا، أهدافنا، أشياء صارت لنا في الماضي ما حد يعرفها، أسرارنا، آرائنا في الآخرين، آرائنا في القضايا العامة، أسرارنا. والشفاه أقفالها، يعني إذا واحد عفوا على الكلمة مسكر حلقة، خلاص أنت قفلت على الكلام هذا، على السر إنه ما يطلع. والألسن مفتاح هذا القفل، إن طلع اللسان برا الحلقة عفوا، معناه أن القفل انفتح، وبالتالي ممكن تطلع هذه الأسرار، لأن الأسرار ما تطلع إلا بالكلام، والكلام بين الشفايف، فإذا فتحنا الشفايف يطلع اللسان يتكلم، خلصنا. فليحفظ كل منكم مفاتيح سره، اللي هو اللسان. إن الإنسان ينتبه من اللسان، يعني كما جاء في الحديث، يعني وهل يكب، الحديث لمعاذ بن جبل، يعني إن إحنا يعني معاذ يسأل الرسول صلى الله عليه وآله، يعني هل نحن مؤاخذون يعني بما يعني تقول ألسنتنا عن الحديث؟ فقال يعني ثكلتكم أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أن الكلام يعني هل الكلام نحاسب؟ نعم تحاسب على الكلام. أما الإسلام كلام، والكفر كلام، والقرآن كلام، والمعلومات كلام، والاتهام كلام، والقذف كلام، والنصيحة كلام. في الأخير هي كلام، قد يكون كلام ينكتب أو كلام يلفظ، في الأخير هو كلام، هو معلومات. والألسن هي مفتاح هذه المعلومات. القلب هو وعاء، هو الخازن لأسرارنا. كل واحد فينا عنده أسرار، ولما أقول كلمة أسرار لا تروح من ذاك الرأي أن تكون أسرار عفوا مو زينة، ولا لا، قد تكون أسرار جيدة، بس أنت يعني أسرار محايدة، أو معلومات ما حد يعرفها إلا أنت، ويمكن زوجتك أو عيالك، أو أنت بروحك تعرفها. قد تكون أهدافك، كما قلنا أهدافك أنت في وظيفتك، فبلاش أقول أهدافي أو طموحاتي لزملائك في العمل، لأن قد يكون من بينهم من شخص يعني قد يحقد أو يحسدك، وقد يعني يزعجك. فهذه الأسرار تحافظ عليها.
كم راتبك، كم عندك رصيدك، عندك شيء ما عندك شيء، امور هذه كلها ايضا هذه امور خاصه فيك ما تطلع. اخطائك في الماضي، وكلنا احنا ذو خطا، اخطائك في الماضي ايام الثانويه، ايام المتوسطه، قبل بيتكم القديم ما ادري وين، في اخطاء تصير منها هوشه ما شنو صار لك مشكله كذا، ما تطلعها للناس. اي شيء سر يسمى سر. بعض الناس ما يقدر يخلي اسرارك شخصيه، وتقول حق اشخاص ما لهم علاقه بعد. هذا الاسوء، يعني انك تقول معلومات. وعلى فكره احنا كاشخاص مختلفين، او احنا كاشخاص مختلفون في موضوع افشاء الاسرار الخاصه فينا. بمعنى ان في ناس تلقى يعني بقليب على قولتهم، يعني هذا ما يطلع شيء، لو تقعد تسولف وياه واعي، يعني تقول له سؤال يلف فيك، تقول له كذا ما يعطيك، يعني ما يعطيك صافي ولا يعطيك معلومات. وفي ناس على نياتها، يعني من اول قاعد يعطيك كل المعلومات عنه وعن بيته وعن اهله وابوه وامه وين راحوا وين جاوا وساكنين وعندهم شاليه وعندهم كذا. فافشاء المعلومات او سهوله اظهار المعلومات عند الاشخاص، بعض الاشخاص سهله جدا ولا من اول جلسه كما قلت لك، وفي ناس لا والله حويطين وحريصين ومنتبه وواعي لقضيه اظهار المعلومات واخفاء. وهذا هو المطلوب على فكره. المطلوب انك انت ما تطلع اسرارك لاي احد، والافضل بعد ما تطلعها نهائيا اذا كان ما حد يستفيد منها غيرك انت. اهلا بكم اعزائي المشاهدين. موضوع الاسرار كما ذكرنا قبل الفاصل هو جدا مهم، ان كل انسان عنده اسرار. لما نقول اسرار خلاص تظل هي اسرار، يعني انت مو مطالب منك ولا مطالب مني ان احنا نطلع اسرارنا، على بالنا والله احنا نكون شفافين انا واضح وما عندي شيء اخشه. لا، عندك شيء تخشه، لازم تخش اشيائك، امورك الماديه. طبعا في ناس فضوليين او متطفلين يتطفل عليك، يعني بعض الناس ما يستحون عفوا على الكلمه، يسالك انت كم راتبك، كم عندك بالبنك، كم سيارتك، كم قسط سيارتك، ايش عندك كذا عندك كذا، في امور خاصه واسرار. بعض الناس بدافع الحياه يجيب، لا انت من حقك ترفض. ايضا هذه من الاشياء، احنا كما قلنا ان الشفاه هي اقفال هذه الاسرار اللي في قلبك، ولسانك لما يطلع هو الذي يكشف هذه الاسرار. فانت لا تقع في دائره الحرج الاجتماعي انك تجاوب شخص معين تقول هذه والله معلومات خاصه، يعني وش علاقتك انت في الموضوع؟ احنا نستحي مرات خاصه في ديوانيه يسالك والله انتم كم رواتبكم انتم في الوزاره الفلانيه او كذا او شيء، او انت كم راتبك، او ايش عندك ولا ما عندك، ولا وين كذا، ولا ايش موضوعك، ولا امورك الشخصيه العائليه، ما له علاقه في الموضوع. بعض الناس يقع في الحرج الاجتماعي قدام العالم يسال فينحرج فيجاوب، يقول اسرار معينه. واحد يقول ايش دعوه على سر العالم؟ لا مو سر العالم، بس انه يعني معلومه خاصه فيك. انا لا قصدي بالسر يعني يكون معلومه احيانا خاصه فيك او في عيالك او في زوجتك او في اولادك، ما حد له حق يعرفها، يمكن حتى اخوانك ما يعرفون. خلاص تظل كذي، لازم نعرف ان في معلومات تقال ومعلومات ما تقال. بس هذا الانسان، كل انسان ترى عنده معلومات ما تقال الا للدائره القريبه منه، وهذا هو الصح. فبعض الناس يسالونك وبعض الناس لا يتطوع هو اصلا يسولف على اني والله واضح ومن النوع اللي انا اتكلم وانا عندي شفافيه عاليه وما عندي شيء اخشش حقه، يعني هذا نعمه من الله. لا، في ناس يحسدون، في ناس يحقدون، في ناس قد يستغلون هذه المعلومات اللي يعني ضدك، خاصه في الوظائف. مثلا لما تقول رايك انت في شخصيه مسؤول في وزارتك بحسن نيه، او تتكلم عن موضوع معين، او تتكلم عن طموح لمنصب معين في وظيفتك او كذا، في اقرانك يمكن من يكون له نفس الطموح، وبالتالي قد تكون في اشكاليه. لكن لما تكون انت غامض في هذه الامور او ما تطلع معلوماتك، تكون انت انسان لك غموض ولك هيبتك، وبالتالي يعني تكون انت في مأمن، انت مو هذا رايك. فاحنا بعض الناس حتى الان في تويتر، حتى في التغريدات الآن أو في مواقع التواصل الاجتماعي يقول رأيه، قد يقع تحت طائلة القانون، تخيل يعني أنه يقول رأيه. فإحنا مش هذا بس يكون سر، يعني حتى لو رأيك هذا قد يوقعك في مشاكل قانونية أو مشاكل يعني أمنية أو مشاكل حتى اجتماعية، أنت يصعبك أن تصمت، أن تسكت. لذلك طلعوا في تطبيق تويتر سابقا اللي هو الآن إكس قواعد، يعني مبادئ، مو قواعد، يعني مبدأ يقول لك يسمون مبدأ 3 ثواني أو مبدأ مرات 5 ثواني. شنو قصدهم؟ يقول لما تكتب تغريده بوست الحين معين وتنشره، رد فعلك شفت قريت انت تغريده معينه او بوست معين على تويتر او اكس وتفاعلت معه سواء مدحا او قدحا، فبسرعه تكتب الرد. فيقول لك القاعده 5 ثواني، يقول انطر 5 ثواني، اكتب سوي درافت مسوده واحفظها وانطر 5 ثواني. طبعا مش قصدهم 5 ثواني بالمعنى الحرفي 5 ثواني، قصدهم مثلا انطر نص ساعه، انطر 10 دقائق، انطر 5 دقائق، يعني الفكره انك تنطر شويه لما تهدى
عاطفتك وانفعالك الفوري هذا، وترجع إلى هدوءك وإلى عقلك عشان يصير الأمر على هدوء. ذيك الساعة شوف والله هل هذه التغريدة ضرورية ولا لا؟ إذا ضرورية هل الأسلوب اللي كتب فيها هذه التغريدة مناسب ولا غير مناسب، حتى ما تقع تحت طائلة القانون أو تحت طائلة الحرج الاجتماعي كما قلنا. فحتى الآن في إبداء رأيك اللي قد يكون هو ما أقول سر، لكن هذا معلومة خاصة لك أنا، إبداء رأيك حتى في نادي رياضي ولا في عضو مجلس أمة ولا في وزارة معينة ولا في بلد معين ولا في موضوع ساخن يجري في الساحة، حاول دائما تكون أنت منضبط في هذا الأمر وما تطلع هذا الرأي حتى لا تقع في أمور يعني أنت في غنى عنها. دائما احتفظ بأسرارك واحتفظ بآرائك خاصة الشخصية وطلعها في المكان الذي يستوعبه يكون مكان مناسب له. عدا ذلك لا تخرج من وعاء القلب واجعلها هناك ولا تطلعها أو تفشيها إلى الآخرين، لأنه لا يفيدهم وقد يضرك. نشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. مع السلامة. يوم جديد، يوم جديد هو فرصة لكي نعيد حساباتنا، لنستقيم ونصحح الخطأ القديم بالتفاؤل والأمل وبالعزيمة في العمل، بالعطاء وبالرضا نرتقي إلى القمم.